كل الرجاله كده كل الرجاله كده. I can consider myself as a millionaire بس في اخر سنتين. ايه هو العدل؟ انا قلت لك انا ايه الحافز اللي كان بيخليني عايزه اخس؟ احنا ممكن نقول حافز تاني، يعني نقوله بس نقول حوافز تانية ولا ده الوحيد؟ ده الحافز الاساسي، التحرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تاك توكس البودكاست الأيقوني ومصنع الأساطير. من القاهرة أحييكم مصطفى تاج الدين الكو-فاوندر اوف تاك توكس، ومعايا النهارده سوبر ستار البودكاست والحلقة النهارده شروق. هاي. ازيك؟ كويسه، ازيك؟ كله تمام؟ كله حلو. يعني من كلامنا مع بعض كده قبل البودكاست قلت لي معلومة غريبة شوية، إن في دولة على الخريطة اسمها بورا بورا. فرنش بولينيزيا فيها جزيره اسمها بورا بورا. صح. أيوة. انا كنت اول واحده مصريه اروح هناك بالباسبور المصري. وفي المطار كانوا بيسالوني فين البلد دي، هناك وقفوني يعرفوا الباسبور ده بتاع دوله ايه. انا اللي اعرفه عن بورا بورا بصراحه ان كان في حلقه بتاعت تيمون وبومبا، فهم تاهوا هناك. لا. وبعدين شافوا اللي هو بومبا، وبعدين قرروا يعبدوه بقى وكده. لا، الفكره ان هي جزيره على فولكانو، بس هو ايوه بالظبط، ما كان دخل برضه في تيمون وبومبا. هي تحفه. هي جنه على الارض حرفيا، لكن فيها عنصريه كتير عشان هي دوله فرنسيه تحت الاحتلال الفرنسي، فهم مش بيقبلوا مسلمين وعرب. احنا كنا 2، انا وواحد لبناني. كانت احلى تجربه عايشها في حياتي، لو ينفع ارجع تاني هرجع. طب ايه الاكتيفيتي بقى اللي بتعمل على بورا بورا بقى؟ كل حاجه، يعني انت في جزيره فانت بتعمل كل حاجه ليها علاقه بالبحر. تمام. في هناك حد تاتو ارتست مشهور جدا، الناس بيجوا له وبيحجزوا معاه ابوينتمنتس قبلها بشهور، بس مش عارفه ليه ما لحقتش ابوينتمنت قبل ما يجي. بس هي جزيره جميله تحفه. تمام، حلو. احنا بقى عندنا حاجه بنعملها كل اول حلقه كده، ان الضيف يقدم نفسه بالطريقه اللي تريحه، فانت في فري انك تقدمي نفسك واديها بقى. اوكي. انا اقدر اقول عن نفسي ان انا شروق. انا شخص فضولي جدا، متمرد جدا جدا. تمام. مستحيل انساق ورا القطيع، يعني مستحيل تلاقيني بعمل حاجه عشان الناس بيعملوها، دايما هتلاقيني بسالهم في النص هو انتوا بتعملوها ليه، هو انتوا رايحين فين، انتوا بتعملوا ايه دايما. فدي حاجه كانت مش حلوه زمان ليا وانا صغيره، لاني كنت شقيه، كنت مش بسمع الكلام، كنت خالف تعرف. بس لما كبرت بقت احلى حاجه في حياتي. تمام. هل الموضوع الانسياق ده يعني شامل كل حاجه؟ يعني مثلا انا بحس بايه، مثلا انت لما تروح مثلا جيم مثلا بتتمرن، بتجيب ترينر مثلا بيبقى بيشتغل معاك، فانت بتشتغل ما بتسالوش اسئله كتير، انا بعمل كده ليه، بعمل كده انا عايز النتيجه بسرعه. ما اقدرش. على اي اساس هو بيمرني؟ يعني انت بتمرني علشان ايه؟ ممكن انت بتمرني وخلاص، انا ممكن مش عايزه مثلا عضلات، ممكن انا عايزه اخس، ممكن انا عايزه اتخن، ممكن انا مش عايزه عضلات هنا، عايزه ابس. انت على اي اساس بتمرني؟ فانا ببقى عايزه اعرف. انت بتقول له دلوقتي انا عايز اعمل كذا. ايوه. بس هو لو مثلا تمرينه مثلا مدتها 40 دقيقه كويس، فاحنا لو وقفنا كل مره نقول له احنا بنعمل ده ليه، ده انا بسال قبلها بقى، ببقى واخده كل المعلومات من الاول، الداتا يعني بناخدها اول حاجه. ليه وعلشان ايه، وده بحرك انهي عضله وانا هستفاد ايه. مستحيل اسمع الكلام وخلاص. مستحيل. مش انا. طيب ماشي، دي فقره الاسئله. تمام، هسالك سؤالين كده. تمام، السؤالين دول معروفين جدا. بص اهي عشان انا بلتزم بقواعد. تمام. السؤال بيقول: ما هي العمله الرسميه لدوله بولندا؟ اوكي. الجنيه البولندي. هديك 3 اختيارات لو انا سؤال صعب. اوكي. اول اختيار الزالوتي، الجيلوتي، ولا الريلوتي؟ الجيلوتي. ده مش مظبوط. هتبقى الزالوتي والريلوتي. زالوتي. برافو عليك. اوكي. تمام، حلو. السؤال الثاني طبعا ازيك يا مجدي، عامل ايه؟ معانا مجدي ومعانا ايمن. ازيك يا ايمن؟ ساعدني. السؤال الثاني: من هو مخترع الاطارات المنفوخه الكاوتش؟ كلنا بنركب عربيات فيها كاوتش صح؟ هديك 3 اختيارات لو انا سؤال صعب. ايه ده؟ اوكي. هل هو ايمانويل كاوتش، ولا جورج دانلوب، ولا ديفيد منفوخ؟ ديفيد منفوخ ده حاسه انه اسمه مصطنع، صح ولا لا؟ هو براحتك، قول اي حاجه. اول واحد كاوتش. اول واحد. ده مش مظبوط.
هيتبقى جورج دانلوب وديفيد منفوخ. جورج دانلوب. برافو عليك. اوكي دي تاني بريك ايس معانا عشان الكلام يحلو كده. اوكي تمام. قولي لي بقى، بصي انا لما بصيت على الاكونت بتاعك لقيت مكتوب سيلف ميد مليونير. يس بامانه. بامانه. طب احكي لي بقى ازاي، انت كام سنه؟ 29 ماشي. ونص. احكي لي بقى يعني الموضوع بدأ من امتى؟ انا بقيت مم. يعني I can consider myself as a millionaire بس في اخر سنتين. ايوه، ما هو الموضوع بقى يعني بس في اخر ما سنتين. خدش سنه، يعني خد اكتر من سنتين اكيد. لا هو اخد سنتين بس انا عشان اتعلم اخدت 3 سنين. بس تمام. هو اخد بس سنتين. حلو. انا كان حظي حلو وانا اشتريت ذهب. حلو. كان رخيص، فجأة الذهب غلى جدا وعلى ان انا كنت محوشة شوية فلوس، فجأة انا مش عارفة ازاي عملت كده، بس كان في خطة بسيطة في الاول. جبتي الدهب منين؟ من الامارات. قصدك جبتي كده؟ فلوس الدهب منين بقى؟ من الشغل. ايوه، احكي لي عن الشغل. كنت يعني احكي لي عن بص انا بشتغل بقالي انا متخرجة من حقوق كويس. اسكندرية. تمام. بشتغل 5 سنين في الفنادق، سياحة وفنادق. بشتغل VIP services. mainly احنا بناخد بالنا من الجست اللي بيدفع فلوس كتير. أيوة. اللي بيجي يحجز اعلى كاتيجوري في الهوتيل بيدفع مثلا 10,000 يورو per night. we're taking care of them. حلو. وفي حاجة مهمة جدا في مجال الهوسبيتاليتي عموما، التبس. كويس. كنت باخد تبس كويس. ان شاء الله. كنت باخد تبس كويس عشان اكون صريحة، لان المرتب مش كويس ابدا. مش حكاية مش كويس، هم بيوفروا لك السكن، الترانسبورتيشن للفندق ورايح جاي، وميلز اون ديوتي ولو انت اوف عادي. والاكوموديشن بتاعتنا كانت حلوه جدا، فيها فاسيلتيز كتير، فانت مش محتاج تصرف فلوس. بس ستيل المرتب مش احسن ايوه، حاجه. برضه في محطات البنزين برضه تاخد رقم عبيط والتبس بيبقى التبس بقى. التبس انا مره من تبس رحت جبت عربيه على طول. انا حظي حلو خلاص. تمام. بعدين بعدين اشتريت دهب. كنت باخد فلوس أوه. مثلا معايا، انا بعرف احوش جدا يعني. انا صرفت فلوس كتير قوي، من اول 2022 لحد 2024 كنت بصرف كتير بقى. اللي هو اول مره يبقى معايا فلوس، فانا عايزه ايه؟ اوري الناس ان انا معايا فلوس. فكنت بصرف على ولا حاجه. فحرفيا اتعلمت ان دي كانت اكتر حاجه غلط انا عملتها، اني بصرف فلوس عشان انت لما تشوفني تقول ايه ده، دي معاها فلوس. بس في الاخر انا اللي فلست. مارك زوكربيرج بقاله أيوة. 70 سنه بيلبس نفس التيشيرت. لما انت بتبقى في الاول بقى ظروفك ما كانتش كويسه، وفجاه تبقى انت لسه معاك فلوس، مش هتفكر في الناس دي. انت عايز توري الناس اللي هم شافوك وانت مش معاك فلوس انا معايا فلوس. دي كانت اوحش حاجه محدش يعملها نهائي. دي اوحش حاجه اي انسان في العالم ممكن يعملها بجد، ان انت تعيش للناس. بس بعدها بقى بدات احوش. قلت لنفسي خلاص انا اشتريت كل اللي انا عايزاه، انا صرفت فلوس كتير جدا، عملت كل اللي انا عايزاه، احوش بقى. هوب معرفش ايه اللي حصل. بقيت مليونيرة. بس حرفيا انا بصرف دلوقتي اقل بكتير من ما كنت بصرف الاول، علشان الانفستمنت اهم حاجة، هي اللي هتجيب لك فلوس بعدين. كان في فيلم كده اسمه جاست جو وذ ات بتاع ادم ساندر، كان هو طالع مليونير فيه يعني. فكان في ولد صغير كده بيقول له انت مليونير؟ قال له اديني $10. قال له لا مش هديك. قال له بس انت مليونير. فقال له ايوه، انا لو اديت لكل حد $10 مش هبقى مليونير. صح كده؟ صح جدا. فدي الفكره فعلا. صح يعني جدا. اغلب الناس بتبقى بتحاول تثبت حاجات للناس عشان تاخد فاليديشن معين، علشان احنا في مجتمع بيخليك تحس ان انت هتحس بقيمتك لما الناس يشوفوها، مش لما انت تعرف قيمتك. الناس لو فكوا العقده دي خلاص كل حاجه اتحلت. بس انا بحس ان العالم كله ماشي كده. يعني العالم كله ماشي ان هو دايما بيبين حاجه عشان ياخد الاغلبيه. بالظبط. وبيبقى برضو فكره ان انت بتساوي لنفسك يعني كبني ادم ان انت على السوشيال ميديا. بالظبط. بس انا ضد الفكره دي، لان انت لو مع فكره ان انت تعيش حياه مش حياتك او تبين حاجه مش بتاعتك علشان تخلي الناس يصدقوك ويشتروا منك حاجه، محدش هيصدقك عشان ده مش انت. you have to be yourself عشان اعرف اصدقك. أيوة. انت لما تيجي في شباب بيطلعوا يتكلموا يتخنوا صوتهم ويتكلموا كده الفا ميل بقى، وانا الفا ميل بقى حرفيا. انت عارف ان ده مش صوته. فانت مش هتسمع الفيديو، يا اما هتبقى انت شخص ما عندكش سيلف كونفيدنس بربع جنيه، فانت هتروح تدور على اي حد فيك. هو الانرجي ماتشنج، ده اللي اقدر اقوله. بالظبط. طيب نتكلم عن المانيفستيشن.
يعني ايه مانيفستيشن؟ بص، مانيفستيشن معناها الحقيقي والاصلي ان انت تعمل ريبروجرامينج للعقل الباطن بتاعك. مش ان انت تقعد تقول انا غني انا غني انا غني. مش هيحصل. ده مش هيحصل. والناس بيفتكروا كده ان هم يقفوا الصبح قدام، بس دي صح ان انت تقف قدام المرايه تقعد تقول انا شكلي حلو، انا حظي حلو، اليوم هيبقى حلو. دي حاجه مش محتاجه مجهود، دي حاجه انت بتصدقها، وده حقيقي. انت لو مصدق ان شكلك حلو، كل الناس هيشوفوا ان شكلك حلو. لو انت اوريدي متوتر وقلقان وخايف وقاعد متوتر، ده بيبان على الانرجي والهاله اللي حواليك. دي المانيفستيشن، ان انت بتعمل ريبروجرامينج لعقلك الباطن. انا بحس ان المانيفستيشن في الاساس هو، عارف فكره تجلي الاهداف بتاعتك. يعني انا يعني ايه تجلي؟ ما هو مانيفست يعني تجلي. عارف لما حد يشوف هدف قصاد عينه بيستحضره 4D، ان انا مش شايف نفسي راكب عربيه، شايف نفسي راكب عربيه سوداء. ايوه ونوعها صح كذا، صح. الكرسي بتاعتها كذا، انت شامم ريحه الكاوتش. صح كاوتش صح. كاوتش. بس اللي بتقوله 100% صح. ايوه، تبقى شامم ريحه كل حاجه، شامم ريحه حاسس بالدركسيون وانت ماسكه، الخامه بتاعت بتاع ايه. ده تجلي. بس عارف ليه؟ قول. لا انا عايزه اسالك، عارف ليه؟ ليه؟ علشان عقلنا مش بيعرف يفرق بين الحقيقه. بالظبط. فايا كان اللي انت هتقوله مخك هو هيصدقه. فانت لو فضلت تتخيل ده جامد، مخك فاكر ان هي اوريدي عندك. بالمناسبه دي معلش بقطعك. انت عارف ان انا بقطع ضيوف؟ براحتك، خد وقتك. بالمناسبه انا كنت في بودكاست واتكلمت في الموضوع ده، بس هو ما نزلش يعني. تمام. فكنت بقول ان في اغنيه اسمها طبيب جراح، دي بتاعت جورج وسوف. حلو. الاغنيه دي كان فيها لاين كده بيقول ايه: انا اللي فيا جراح اطباء الكون ما تشفيها. جورج واللي كاتب الاغنيه والمخرج بتاع الكليب اعتقد جالهم امراض الدكاتره فعلا، هم يعني جورج والناس دي ما عرفوش كتير، ما عرفوش يعالجوهم. يعني انت قلت بتغني بقى ومتمزج، عارف دي فكره التجلي بقى، ان هو بيقولها وهو احساسه مستحضر اللحظه قوي بقى. فاهم ايه اللي كتبها لبس واللي غناها لبس والمخرج لبس. صح. بس دوا ليبا لما بتيجي تغني حاجه بتنقي كلمات اغانيها، لان اصل انت بتغنيها مش مره، بالظبط، انت بتغنيها 1000 مره كتير بالظبط كتير وبروفات ودنيا. حرفيا مش بحب اسمع بتاعت الاغاني اللي هي بتاعت في الحبس ومش عارف انا عملوا فيا ايه، كلهم بيتحبسوا في الاخر. ما حدش يسمع الاغاني دي وحشه جدا. بحس ان احسن واحد عمل مانيفستيشن بقى كمغني ويجز ومحمد رمضان. واحده ويجز ما خدش مده طويله. اوكي. واللي الحته بتاعت امتى يا فرنسا، امتى اروح باريس، امتى ابيع بالغالي، دي قالها في 2020. في 2022 وانا حاططها ستوري اصلا موجوده عندي، بيغني في فرنسا. ايوه يعني دي حاجه حلوه. والفكره ان هو يعني كسن بينه وبين محمد رمضان هو اصغر كتير من محمد رمضان. كويس. فان هو لقط الفكره بسرعه واشتغل عليها. محمد رمضان اعتقد 40 سنه، 39 32 33. لا محمد رمضان اكبر، مواليد 89 او 88. انا مش شاطره في الحساب. المهم احنا مش عايزين نتكلم عن محمد رمضان كتير. اوكي. نبقى نجيبه في يوم ان شاء الله. احنا بنتكلم عليك انت. المهم طبعا الكاميرا بتتخن اعتقد. اوكي 5 كيلو بتتخن 5 كيلو. بس لو بعتوها شويه هتبقى تمام. يعني ايفن ال 5 كيلو دول انت يعني شكلك هيبقى سليم برضه. فانا اللي عرفته عنك تقريبا اللي عرفته عنك ان انت وقعتي، عملتي دروب لوزن كبير يعني. فقولي لي بقى رحلتك في نزول الوزن. انا قلت لك انا ايه الحافز اللي كان بيخليني عايزه اخس. احنا ممكن نقول حافز تاني يعني، نقوله بس نقول حوافز تانية ولا ده الوحيد؟ ده الحافز الاساسي، التحرش. مش بهزر، دلوقتي الناس بقوا بيبصوا على وشي في الشارع. مش بهزر. انا ما كنتش تخينه، اوكي، انا كنت مش عارفه اقول ايه. انا very straightforward person، اوكي، يعني انا اي حاجه جوايا هقولها. على فكره ده مش عيب والله. انا مش معترض، ده مش عيب. انا اقصد ايه، اغلب الناس تقول لك ايه، انا خسيت عشان صحتي احسن، انا خسيت عشان ما كنتش فاهمه ده ساعتها. ما كنتش فاهمه ده ساعتها. بس الفكره التحرش حاجه بشعه، ودايما الناس يحسسوك ان هم بيتحرشوا بيك علشان انت المشكله.
فانا كنت فاكره المشكله فيا انا، علشان مثلا شويه زياده في الوزن فبيتحرشوا بيا، فقررت ان انا اخس. حلو. عشان انا في مخي كان بيقول لي ان انا لما ابقى رفيعه قد كده محدش هيتحرش بيا. والمعاكسات اتغيرت تماما دلوقتي، يعني بقت بيذكروا الله اكتر بطريقه ايجابيه. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي. الاول بقى كانت طريقه سلبيه، استغفر الله العظيم والله، او كلام وحش جدا يتقال. حرفيا انا كنت صغيره جدا ساعتها، تقريبا كان عندي 18 سنه. انا من اول ما بقى عندي 18 سنه بدا وزني يزيد. كنت دايما 65 كيلو، فجاه بقيت 76 كيلو، بس ما كانوش متوزعين صح. تمام. ده اللي اقدر اقوله. بس فده كان اكبر حافز، لان انا كنت عايزه احس ان انا براحتي امشي في الشارع من غير ما حد يتحرش بيا. وفعلا قال لي كتير، قال لي كتير، ده حقيقي. طب وده انعكس مثلا على صحتك بشكل ما، انعكس على حالتك النفسيه، انعكس يعني ادينا بقى الكلام التاني بقى. بص، هي دي حاجه تلقائيه يعني اوتوماتيك بتشتغل مع بعض. ثقتك في نفسك بتزيد جدا، لان انت بتبقى خفيف جدا. لما وزنك يقل جسمك بيكون خفيف. تمام. ثقتك في وشك بيتغير. انا كان عندي دبل تشين. ايوه، هي لسه عندي شويه بس ده جلد، لكن انا في الحقيقه ما عنديش ابدا. بشرتي اتغيرت تماما، لان الفاست فود او اي اكل انت بتاكله فيه زيوت، فيه مثلا هو فرايد او ايا كان، بيأثر على البشره بشكل اوفر، يعني it's too much really affecting. فكل حاجه اتغيرت، حتى شعري بقى احسن، بشرتي بقت احسن، نفسيتي بقت احسن. بقيت ما عنديش مشكله مثلا لو عايزه اخرج في مكان وامشي حته ازيد، اجري، اطلع في حته. الاداء بقى الجسدي بتاع الشخص بقى اللي بيختلف 360 درجه حرفيا، خصوصا ان انا دلوقتي بين 50 و47. ما انا ملاحظ ان انت في الفيديوهات بتاعتك بتمنشني الموضوع ده كتير عن خساره الوزن. عشان انا اندر ويت. يعني انا بي ام اي، انا اندر ويت، بس مش اندر ويت خطير يعني، يدوب بس حلو، انا مبسوطه. انا كان عندي برضو تجربه في حياتي، كنت وزني زاد فيها جامد بسبب حاجه. يعني انا كنت بلعب رياضه معينه، فلما بتلعب رياضه جسمك بقى شكله كويس مظبوط الكلام ده، وبعدين حصل لي حاجه فاضطريت اقعد ما اتحركش. التجربه دي خلتني ازيد مثلا 40 50 كيلو كده. والفكره ان انت بتزيد، انت ما بتحسش ان وزنك بيزيد. لا، انت بتشوف نفسك في المرايه كل يوم عادي، صح. كام جرام بيتراكموا لحد ما تلبس مره واحده تيشيرت كنت بتلبسه في وقت ما، يعني تلاقي فيه حاجات غريبه حصلت. ايوه، مش انا المشكله بقى انك بتاخد قرار ان انت هتوقف المهزله دي في حق نفسك، وده احسن قرار. بالظبط. يعني انت اكيد مبسوط ان انت اخدت القرار ده. جدا اكيد. ايوه، ده احسن حاجه. هيختلف. ايوه، احسن حاجه في حياه الانسان. قولي لي بقى، انت بتتمرني مثلا حاجه ولا انت بتركزي على نزول الوزن في الدايت بس؟ بعمل عجز سعرات حراريه. للاسف مش بتمرن من يوم ما جيت مصر. من مش بورا بنزل الشارع ابدا. لا، من دبي. انا جيت من دبي دلوقتي. تمام. مش بنزل ابدا، مش بروح الجيم، مش بعمل اي حاجه، مش بتمرن. بس عندي ابس طبيعيه. فانا برضه محظوظه للمره الثانيه. نخش في التوبيك اللي بعده اللي انت عايزه. اوكي. فكره ان انت شخص محظوظ. الترند او اللي بيضحك او الكوميدي ان انت دايما تقول ان انا بومه، ان انا نحس، ان انا شخص اللي هو عارفه الشورتس، الفيديوهات اللي بتنزل دي اللي هو وانت نازل في الشارع، في واحد بينزل على السلم، سكيب. ايوه، يقع من على السلم وفي حمايه تطرطش عليه. انا بحس ان فكره ان انت شخص منحوس دي، او شخص الحياه معنداك، او شخص في فيديوهات اللي هو بتاع الفرحه، انا بتصل على الفرحه فواحد يقوم شاتم او كده. والله. فبحس ان الترند او اللي ماشي دلوقتي ان احنا بنعمل ده كانها حاجه روشه وبتجيب ريتش وكده، ان احنا منحوسين ومرفوضين والمجتمع. بس هم بيكذبوا ده لنفسهم، فايتس فاين. بالظبط. هم بيتاثروا بيه. فكره بقى ان انت كشخص محظوظ، ازاي بتدرك او بتعرف مع الوقت ان انت شخص محظوظ؟ في حاجه دي اتقالت لي وانا لاحظتها وولاني كذا حد بيقولها. عارف لما تدخل محل وفجاه ناس كتير يجوا، ده معناها ان انت الانرجي بتاعتك حلوه. الحظ هو انرجي، يعني انا مش بؤمن ان في حاجه اسمها حظ اصلا. الحظ هو
ان انت تكون شخص بوزيتيف فبتجذب كل حاجه بوزيتيف ليك، لان الشخص المحظوظ هو حياته حلوه، بالظبط. والشخص البوزيتيف في الاغلب حياته حلوه، ولو فيها حاجه وحشه بيعرف يستخدمها لناحيه حلوه. كويس. فدي علامه من العلامات. انا بدخل محل مثلا والاقي في ناس كتير موجودين بحس اللي هو انت بتخش الاول ولا الناس بتخش الاول؟ لا، مثلا انا ادخل الاول، يبقى في واحده او اتنين او حاجه كده جوه، ادخل 5 دقايق بامانه. لحد امبارح حصلت، كنت في سان ستيفانو، كانت ناس كتير بيدخلوا. دي حاجه معناها ان انت الانرجي بتاعتك حلوه فبتجذب باقي الانرجي ليك. كويس. ايه تاني؟ اصلا احساسك بنفسك. في حد كده تحس ان هو حتى وهو قاعد ساكت كده وشه بيضحك، وحد تاني وهو قاعد ساكت هو مكشر. والكلام بقى اللي هو ده ايه اليوم اللي مش عارف، انا ما بحبش حتى اقول الكلام ده، ايه اليوم الكذا ده، ايه اليوم الكذا ده، ايه اليوم الكذا ده. كل دي حاجات نيجاتيف. فهو المفروض يبقى اوريدي عارف، مش ان هو بس حظه وحش، هو حياته في الاغلب كلها هتبقى وحشه، وده هيأثر على كل حاجه في حياته. بس فاحلى حاجه ان الانسان يبقى بوزيتيف حتى لو الحياه فيها. اقول لك على حاجه، انا حياتي لحد فتره من 5 سنين او 6 سنين كانت وحشه جدا. وانا كنت عايشه دور الضحيه جدا. انا كنت عايزه اعيشه بمزاجي لان انا كنت فاكره ان ده الطبيعي. امتى بقى كل ده اتغير؟ لما انا بصيت وقلت هو انا ليه عايشه دور الضحيه؟ طب ما انا اقدر اغير حياتي. وشفت نفسي من واحده ما عندهاش فلوس، حياتها وحشه، اهلها مش مضطهدينها يعني متحكمين فيها جدا، بجد كل حاجه كانت وحشه، فجاه اتحولت حلوه لما ده اتغير. فهي الفكره مش انت بتتولد، ممكن تتولد كده لان انت اهلك وانت صغير بيربوك تبقى بوزيتيف، بس دي حاجه انت ينفع تكبرها مع الوقت جدا. على فكره بحس انا مثال قدامك. بالظبط. انا بحس ان ده يعني في ناس كتير بتتكلم عن الطاقه، بتتكلم مش طاقه علوم الطاقه والكلام ده. انا بتكلم على ان مثلا هتلاقي مثلا شريحه ستيك مثلا معينه بتتباع مثلا ب 1000 جنيه، وفي حد بياكل نفس الوزن بتاع الستيك ده بكذا الف دولار. الواجيو بيف. فبيقول لك لا، اللحمه دي خارجه من حيوان بيسمع مزيكا وشاف ما شافش مناظر وحشه، ما شافش كذا، الناس بتطبطب عليه، واللحمه دي عاديه صح بتتباع بسعرها. فانا كنت في الاول بحس ان ايه يا جماعه بقى انتوا بتبالغوا بقى، بلاش اشتغالات بقى، وبلاش وجع دماغ، فاهم الفكره دي. ومع الوقت اكتشفت انت في كام عارفه، بحس اللي هو ايه، عارفه لما ترفعي حاجه ترفع على كذا قاعده او كذا عمود ترفع عليه، فبحس ان في كام عمود كده في تفكيرك لو ظبطتهم كويس هتلاقي كل حاجه بتتغير مع الوقت. صح، دي اهم حاجه. اللي هو انت بتاخد قرار، لو انا شخص حر، انا شخص اقدر اعمل ده. يعني في برضو حته ما اعرفش اجيبها منين، عايز اجيبها من اي حته، من اي حته. تمام. يعني مثلا بيبقى في مثلا في شغلي مثلا قانون مساله حسابيه رياضيه بحته، فيها قانون صعب، فيها تطبيق صعب، الكلام ده بقعد ابص فيها، والاول حاجه بتجي لي انها صعبه. ففي صوت تاني بقى ابتدى يخش في المعادله، اللي هو لا، طالما في حد عملها ايوه، يبقى انت دي تعملها. اكتر حاجه بتديني حافز في الحياه. بالظبط. يعني انت مش مطلوب منك تطلع القمر، صح، يعني مش ولو مطلوب منك اطلع. فعلا والله. ايوه. بس انا بتكلم في المحيط اللي حوالينا، أيوة. محدش مطلوب منه ياخد جائزه نوبل، محدش مطلوب منه يعمل اختراع مثلا. صح. خليك بني ادم عادي. صح. بس اعرف ان انت تقدر. بالظبط. عشان في ناس تانية هم عايشين يدوروا على شماعه يعلقوا عليها كل حاجه هم فاشلين فيها، وده مثال بشوفه في كل مكان كتير جدا. ما تحكي لي عن دور الضحيه شويه. ده ابشع دور الانسان ممكن يعيشه في الحياه. انا عايز اسالك سؤال. اسالني 10. الشقه بكام في دور الضحيه؟ ببلاش للاسف، بجد ببلاش. يعني اصل ده احسن مكان العقل بيحس فيه ان هو في كومفورت زون، فببلاش اللي هو ايوه انت حياتك وحشه تعالى خليك. لا، وهم السبب، هو انا كويس بس أيوة. هم وحشين. هم السبب. انت ما عملتش حاجه، انت زي الفل، انت تمام بالظبط، فببلاش. ايه بقى الصعب؟ ان انت تصلح ده. انت بقى لا، دي مسؤول اصلا، انت تعرف دي مسؤوليتك، دي حاجه صعبه جدا انت تقول دي مسؤوليتي. فدور الضحيه ده اسهل حاجه، ومعظم الناس على فكره عايشين فيه. هل انت ليك في الكوره؟ انا مصريه بشجع الكاس بتاع كاس العالم. بس
طيب هل انا عارف الموضوع قديم والموضوع يعني خلاص ما بقاش ترند او كده، بس هل الماتش بتاع مصر والارجنتين ده، هل احنا عشنا دور الضحيه ان احنا الحكم ظلمنا والكلام ده؟ انت فاكره حاجه؟ شفتي حاجه؟ انا شفت بس ازاي دور الضحيه؟ لا احنا احنا ظلمنا. الماتش اتاخد مننا بطريقه غريبه في الاخر. يعني ايه 3 اجوان في اخر في الدقيقه 80 جابوا 3 اجوان؟ ده شيء غير منطقي. وبعدين كان في جون فيهم لما الجون دخل في هو اسمه ايه اللي بيقف جون؟ شوبير. لما الجون دخل في شوبير هم اصلا كانوا مشغولين في الجون اللي كان المفروض ما يتحسب لهمش، صح؟ عشان احنا اتحسب علينا فاول. لا قلت لك انا مش فاكر. اوكي، لا ما عشناش دور ضحيه ابدا، ده بالعكس الناس الغريبه اللي دخلوا يشتموا المصريين وهم مصريين، دول ناس بس غريبه. انا كان في تجربه علميه اتعملت على حاجه شبه كده زمان، بس كانت امريكان فوتبول، اللي هو جابوا مشجعين لفرق وكل واحد بيشجع فريق، اوكي. فرجوهم على ماتش معين، فخدوا منهم التعليقات اول ما الماتش خلص، وبعد كده فرجوهم على ماتش بعد شهر خدوا منهم تعليقات مختلفه تماما. ليه بقى؟ عشان انت عاطفتك العاطفه بتتولد كبيره قوي في اللحظه، انت متاثر عاطفيا، فاللحظه دي بتبقى كبيره، حجمها كبير، حجمها في مخك كبير وحجمها في قلبك كبير، فالفكره انها مع الوقت بتفضل تقل لحد ما تشوف ايه، لا والله الموضوع كان عادي، احنا ما كناش كويسين، احنا ما قفلناش كويس، احنا كذا. دور الضحيه بقى مشكلته ايه؟ ان الحجم العاطفي في تفكيره طول الوقت قد كده. انا شايف الناس هم السبب، يعني شايف هو طول الفوليوم نفسه، المساحه نفسها ما بتقلش، كل يوم ما بتقلش، هي لا بتزيد. ايوه صح، بتزيد، صح كده؟ صح. لا بس احنا اتظلمنا في الماتش، احنا اتظلمنا. انا حاسس ان احنا داخلين في تنميه بشريه قوي، صح؟ ندخل شوف عايز تتكلم في ايه. انا برضو عايز اسالك على شغلك. اوه ماي جاد، ايه رايك في شعري؟ لا هي تحفه جامد. رندا، ايه رايك في شعري؟ ايه عجبك في شعري بالاخص؟ لون. اوكي، ده البراند بتاعي. حلو قوي، لونه حلو قوي. مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده علشان احنا لسه في الار ان دي. انتوا شغالين في الموضوع يعني ده تحفه، انت شايف؟ انت شايف؟ لا انا ده تحفه. انا بالنسبه لي شعرك متسرح. كل الرجاله كده، كل الرجاله كده. بالنسبه لي شعرك متسرح كويس ومش انا اصلا شعري درجات، اوكي. فالدكتور اللي بيعمل لي التركيبه، فانا كنت بقول له هو انا شعري كويس عشان عايزه يعني اعرف هو اتقصف ولا لا. قال لي هو انا شايفه مش نفس الطول، فتقريبا شعرك متقصف. فقلت له لا دي قصه، هي القصه شكلها كده. فالرجاله ما تساليهمش ابدا. ايوه ده حقيقي. خلاص كده؟ خلاص. اوكي. هل بتعتبري نفسك صانعة محتوى؟ مش عارفه، انا بحاول يعني، ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول لا، انا بحاول. واخده بالك من السؤال؟ ما انا مش عارفه لسه ده محتوى ولا لا اللي انا بصنعه. انت بتعملي فيديوهات كل قد ايه؟ كل يوم. ليه؟ عشان انا هدفي اني اغير الناس بس. ايوه انت صانعة محتوى. ما الناس بقى بيكتبوا لي انت بتتكلمي في حاجات كتيره جدا، اثبتي على موضوع. فانا مش عارفه بقى اللي انا بقدمه هم مستفادين منه ولا لا. بيبقى بص، انا بحس ان يعني وانس ان الناس حبتك، ولا يبقى ليك ناس، يعني عدد من الناس بيتفرج عليك، خلاص انت بيبقى عندك القدره انك تتكلم في اي حاجه. يعني انا نفسي اساعد الناس، علشان كده انا اون انستجرام، لان انا كنت نفسي حد يساعدني زمان لما انا كنت في دور الضحيه وما كانش في حد. فانا بعد خلاص الانسان لما بيبقى كويس، لما بيعدي بمراحل معينه في حياته، بيحب ان هو يشارك ده مع الناس عشان يساعدهم هم كمان يبقوا احسن. بمعنى تاني، انت بتقدم نصيحه لنفسك زمان، ده علميا لما انت بتدي نصيحه لحد عمل نفس الغلط اللي انت عملته، تاني بتسمع صوت نفسك تاني بيقول نفس الكلام، فتثبت. لا انت بتدي نصيحه لنفسك فيه هو. يعني مثلا لو انا هشرب دي وانت عارف ان ايا كان اللي جواها وحش، هتقولي مثلا بلاش، عشان انت لما شربتها كانت وحشه. فانا بساعدهم كاني بساعد نفسي زمان. بس انا بتكلم في حاجات كتيره جدا ملهاش علاقه ببعض. على كلامهم انا شايفه ان كلها باكج واحده، لان انت علشان تغير حياتك لازم تكون شخص مسؤول، عشان تبقى شخص مسؤول لازم تكون شخص حر، عشان تبقى شخص حر لازم يكون عندك وعي بذاتك، عشان يبقى عندك وعي بذاتك لازم تعرف ايه المشاكل النفسية اللي عندك. هي باكج كاملة. فانا مش قادرة اتكلم في حاجة واحدة واقول لهم هي دي. فيعني مش عارفة صناعة محتوى ولا لا. طب الفيديوهات اللي انت بتعمليها بدأت فيها من امتى؟ من شهر.
من شهر. مم. حلو جدا. وايه اللي خلاكي تقولي انا هبدا في ده؟ يعني هل في حاجه معينه مثلا حصلت فانا هعمل كذا؟ لا، انا من قبل ما اجي مصر كنت عايزه اعمل كونتنت، كنت بنزل كونتنت على تيك توك، بس كان مش كونتنت اللي هي ليب سينكينج وكده. وبعد كده قلت لا، خليني اعمل حاجه مفيده بما ان كده كده الناس فيهم شويه عارفيني. عملت فيديو بدعم في بلدي، راحوا دخلوا ناس عملوا لي ريبورت على الاكونت وقع خالص. فرحت عملت على انستجرام، وحسيت ان انستجرام الجمهور فيها احسن بصراحه اظرف شويه بكتير بصراحه. وهل الانستجرام فيه هيت كومنت برضو زي اي مكان تاني ولا مختلف؟ في بس اقل كتير، بس انا كده كده بعمل بلوك. يعني I don't care وانا بعمل لكم بلوك. يعني في ناس يقول لك ايه، بص خليه يشتم عشان ده بيزود التفاعل والالجوريزم تعرف ان في هنا شتيمه كتير فبتبرز الفيديو اكتر. هتبعتوا الناس غلط، نفس النوع الغلط اللي انا مش عايزاه، فانا بعمل بلوك. بالظبط. ومش مهم بقى نخسر الفولور ده، مش مهم نخسر الكومنت ده. في فرق بين ان انت يجيلك مثلا 1000 فولور هم مهتمين باللي انت بتقوله، ومليون فولور هم عايزين بس يشتموك يغلطوا فيك، هم مش هممهم انت بتقول ايه اساسا، هم داخلين عندهم عقد نفسيه يطلعوها عليك. فحرفيا مش عايزه مليون فولور، اعمل بيهم ايه؟ انا عايزه 1000 واحد بس فاهم انا بقول ايه. حلو. حلو جدا. بس انا الفكره بالنسبه لي ان اي حد بيعمل محتوى هو بيبقى عايز ريتش، هو يعني اكيد بيبقى عايز ريتش، يعني محدش هيكون ده طبيعي بيعمل فيديوهات عايزها تفشل مثلا. ده طبيعي. وانا بحس بقى في حاجه برضو عايز اقولها، ان احنا اللي بنصنع الاعلام بتاعنا، يعني الميديا بتاعتنا احنا اللي بنعملها. صح. يعني مثلا انا لما اجي اكون بعمل اي نوع من الفيديوهات، اي نوع من حتى لو صوره وبكتب عليها كلام معين، ما لقيتش عليها مشاهدات ولقيت الناس كلها بتتفرج على حاجات غريبه، ما دول ناس، دول بني ادمين بيتفرجوا، يعني دول انتوا. انا بعمل كده صح كده. فانا هعمل الحاجات الغريبه دي عشان اتشاف، بس طول ما هي مش مؤثره عليك، يعني ترند بسيط حلو ظريف حاجه كده اوكي. ما هو مش ده الموضوع بقى، الموضوع ان انت ليه بتشتكي ان في محتوى تافه كتير وانت انت اللي بتشوف المحتوى التافه ده. يعني اعلامك ده، الاعلام ده، الميديا دي انت اللي عاملها. ده حقيقي، دي صناعتك انت على فكره. ده حقيقي. فلما تيجي تشتكي تقول لي انا مش معجب باللي بيحصل، يا ابني انت اللي بتتفرج والله، انت وعيلتك هم مش بيفهموا ده. يعني انت لو بتعمل ريبورت مثلا او بتعمل سكيب خلاص، بس الناس مش بيفهموا ده لان هم عندهم ده حاجه اسمها بروجكشن، اللي هي معرفش اسمها بالعربي، زي ان انت بتنقل احساس جواك على حد، فانت جواك كره كبير او غضب، فتدخل تدور على اي حد تقعد ايه تغلط فيه او تشتمه، فهم من هنا بيزودوا المشاهدات وبعدين يشتكوا. ده حقيقي بالظبط. فالفكره ان انت ما تشتكيش من حاجه معينه او ما تشتكيش من شكل معين. يعني حتى الكلام بتاع اللي هو البني ادمين شكلهم متغير، هو البني ادمين شكلهم متغير بسبب برضه شكلهم من ناحيه ايه؟ شكلهم، ستايل لبسهم، طريقه كلامهم. بس دي حاجه الانسان المفروض يكون حر فيها 100%. لا، هو اللي انا اكتشفته ان الانسان مش حر في الموضوع ده. بص انا مقتنعه لكل مقام مقال، ولكن الانسان حر اولا واخيرا. يعني انا دلوقتي مثلا بصور فيديو انا في دبي، البس اللي انا عايزاه. لا مش موضوع لبس. ما قصدك ايه؟ الموضوع مثلا ان في شكل معين، الاوفر الشكل، لا الشكل ده محبوب، الناس بتحب، يعني اللي هو ايه، لو هنفترض مثلا ان انا ايه، الموضه دلوقتي انك بتلبس قميص لون ابيض، فلما انت تلبس قميص لون ابيض ده الموضه وده اغلى قميص وكده، هتلاقي الناس ايه بتتعامل معاك احسن. انت عارف طبعا الشكل بيفرق في طريقه تعامل الناس معاك. ده حقيقي تسريحه شعر معينه بتنتشر. ده حقيقي. برضو انت بتشتكي ان الناس شكلها مختلف، طب ما برضو شكلهم مختلف عشان انتوا اللي خليتوهم شكلهم مختلف. انا فهمت قصدك. يعني مفيش شكل او صيحه حلوه، صيحه موضه دي صيحه موضه ولا ترند ولا اي حاجه بيعدي عادي. كل حاجه بتحصل، كل حاجه بتتشهر فجاه، كل حاجه هي هدفها تغيير شكل البني ادم اصلا، تغيير ذوق البني ادم اصلا. صح. بس كده اللي بيشتكوا اولا واخيرا هم بس بيشتكوا. يعني مثلا مش بتلاقيهم بيغيروا حاجه، حتى بيعملوا دايما كومنتات وحشه. طب جرب ادي نصيحه بطريقه كويسه، لا مفيش. بس برضو خلينا نقول ان في منهم عقليات كتير مريضه، يعني عقليات حقيقي مريضه. في ابلكيشن انا مش هقول اسمه يعني، اوكي، انا بحس اللي فيه الابلكيشن ده ايه، هم جمعوا الناس وقال لك ايه، اللي بيعرف يقرا يجي يمين ولا ما بيعرفش يقرا يجي شمال. اوكي، في ناس وقفوا في الوسط. اديني هنت، عايزه اعرف اي ابلكيشن ده
ايه؟ السوشيال ميديا. انا عايزه اعرف هو ايه. قالوا للناس اللي بيعرف يقرا يجي اوكي واللي ما بيعرفش يقرا يجي شمال. ففي ناس راحت يمين وناس راحت شمال، في ناس قعدوا في الوسط اوكي راحوا عملوا راحوا قعدوا هناك. بقى بأمانة عندك حق. اه عشان والله. انا برضه بلاقي هناك كومنتس غريبة قوي. صح تشبيه حلو. اه والله. صح جدا. بس الفكرة ان الناس دي يا ريت يشتغلوا على نفسهم شوية. يعني انا ما عنديش تعليق عليهم غير ان هم يشتغلوا على نفسهم شوية او شويتين. ازاي بتتعاملي مع الكومنتات المسيئه؟ في نوعين من الكومنتات المسيئة. في ناس بينتقدوا وفي ناس بيشتموا بطريقة بشعة. حلو. اللي بيشتموا بطريقة بشعة من غير أي هدف بلوك على طول أو ريستريكت. ريستريكت ده حاجة حلوة جدا في انستجرام. الإنسان يفتكر إن هو عامل لك كومنت، ولما يدخل عندك على الأكاونت هو عامل لك كومنت، بس في الحقيقة الكومنت بتاعه مش ظاهر لحد. فأنا كويس. بعمل ريستريكت لو الشخص عامل لي فولو عشان ما أقللش عدد الفولو. لو مش عامل لي فولو بعمل له بلوك. حلو. الناس التانية بقى اللي بينتقدوا بأسلوب هارش شوية، يعني شوية تف شوية في عادي بسيبهم، لأن إيه ممكن يكون ده أسلوبه. يعني هو مش قاصد يقول حاجة وحشة. مثلا مش عارفة كنت بتكلم على موضوع أنا ضد النسوية. أنا مع حقوق الإنسان وضد النسوية جدا، لأن أنا شايفة إن هي حاجة اتفهمت غلط. فأنا كنت بقول النسوية دي اللي اخترعها راجل بخيل. ففي واحد قال لي إيه ده، تلاقي راجل بخيل ده عشان مثلا تلاقي حد من اهلك ولا ابوكي. فانا ما شفتهاش شتيمه قوي، انا شفت ان ممكن ده يكون اسلوبه الوحش في التعبير عن حاجه. رديت عليه كويس، بعد كده عمل لي فولو وصالحني والدنيا تمام. النسوية حاجة وحشة. يعني ايه نسويه اصلا؟ انت شايفة يعني ايه نسوية عشان تشوفيها وحشة اصلا؟ بصي انا مش شايفاها وحشه، انا شايفاها مفهومه غلط تماما. لان الانسان الحر لما بياخد حريته مش هيبدا يطالب بحاجه اسمها نسويه او مساواه، هيطلب بحقوق انسان. ما هو الفكرة كلها ان احنا مش واخدين حقوقنا كنساء. احنا مش احنا بنطالب بالمساوية يعني. لا، المفروض نطالب بحقوق الانسان. لان في فرق كبير. مثلا في اتنين بيضربوا بعض، واحد قوي وواحد ضعيف. لو رحتي قلتي للقوي حرام عليك اللي بتضربه ده ضعيف ده غلبان ده مش هيتجبرت. بس لو رحتي قلتي له انت انسان وحش وانت ما ينفعش تمد ايدك على حد ايا كانت قوتك، انت مش بتقللي من الشخص الضعيف، انت بتعرفي الشخص القوي ان هو وحش. بس أنا مع حالياً- الفكرة دي. حالياً في المجتمع اللي احنا فيه، يعني انا هكلمك من نظرة المجتمع. انت ما خلاص بقى ما بقاش في نقطة ان احنا ستات وانتوا رجالة وانتوا واخدين حقوقكم واحنا مش واخدين. بالعكس، احنا في سوق العمل احنا اقوى، احنا في التواجد في كل المجالات احنا بس اقوى. دي مش حاجه حلوه، انا بشوفها مش حاجه حلوه. ليه انت ممكن ميه. لا بصي، ميه. انا بشوف ايه مثلا، في ناس انت مثلا بتشتغلي عشان حابه تشتغلي، في ناس تانيين بيشتغلوا علشان خش عادي خش. ايه؟ الاوت فوكس. انت مثلا تكوني بتشتغلي عشان حابه تشتغلي، في ناس تانيين بيشتغلوا علشان انا احسن من الراجل. بص، في كنت لسه بتكلم مع حد ما، يعني واحده بتشتغل في مكان ما، فبتقول بشيل دي عشان علامه. وانا ليه ما سبتش واقعد في البيت وجوزي يصرف عليا؟ فانا قلت لها عندك حق، مش قاعده في البيت ليه جوزي يصرف عليك؟ انا سالتها السؤال مش قاعده، قالت لي عشان جوزي مش هيلاقي يصرف علينا انا واحد. دي ست بتشتغل لسبب. بس دي اصلا ما كانش المفروض تتجوز. خلينا بقى ناخدها واحده واحده. بص اقول لك على حاجه، كمجتمع هكلمك من باب المجتمع. في افراد في المجتمع في طبقات اجتماعيه لازم تتجوز فيه او مش اوبشن. يعني في واحده ست انت قاعده من غير جواز، انت صح. من هنا بقى انا بقصد نتكلم في حقوق الانسان، عشان انت عندك حق، في ناس ما عندهاش اوبشن. بالظبط، انت هتعيشي اوبشن. صح. هي انت يا تعيشي يا هتموتي، يعني وانت عايزه تعيشي اوبشن، يا اما هتعيشي هتضطري تعيشي. صح. وفي بيت طول ما انت رايحه منطقيه انت عانس، انت مش انت حمل تقيل، انت فدي بالنسبه لها تتجوز وتشقى وتتعب صح. وتجري على العيال احسن تريليون مره ما تقعد تقدر. صح. من هنا بقى انا عايزه يبقى حق انسان، لان الانسان ده لما اتولد ولما جت الدنيا ما كانش باختياره. فانت مش المفروض كأم او كأب، دي حاجه انا عايزه اختم بيها الحلقه، رساله لكل الامهات والابهات بجد، عشان انا عندي عقده منها. اوكي. الفري. لما بيولدوا اولادهم دلوقتي اقولها دلوقتي. لو بتابع الكاميرا على طول ممكن تقف هنا لو عاوزة تبقى تبعي. اوكي. اوكي، انا هوجه رساله لكل الامهات والابهات في العالم. ابنك
مش ملكيتك الخاصة ابدا. ابنك هو انسان مستقل حر تماما، مختلف عنك تماما. ابنك هو ليه الحق ان هو يعيش ويختار حياته زي ما هو عايزها، عشان في ناس بيقولوا ايه، انت او انتي بنتي، انتي بتاعتي. مفيش حد بتاع حد. لا انا ابويا قال لي كده، سوري بقى. خدت مفيش الحته. لا مفيش حد بتاع، مفيش بني ادم بيمتلك بني ادم. بس مفيش حد بصي، بتاع حد. في المجتمع بتاعنا انت عندك حق ان الرجاله هم اتفرعنوا من زمان، عشان ايه؟ حته انت راجل، فهو شايف ايه، انت بنتي، انت كلك بتاعتي، انا اللي جايبك الدنيا، خلاص انت جبتني وانا طلعت شخص مختلف عنك تماما، انا حياتي مش زي حياتك، لا انت بتاعتي. فدي حاجه غلط. انتوا عيالكوا ما فيش ملكيه، ما فيش صكوك ملكيه، ما فيش عقود احتكاريه، ما فيش لا عشان لما اكبر تاخد بالك مني. انت كده مخلف ابنك لنفسك، مش علشان عايز تجيب انسان بتحبه الدنيا. بجد محدش يعمل كده يا انا جماعه، عايز لو كلكم اتجوزتوا ما اوقفك، تعملوش عايز كده. اوقفك في نقطه بس. اه يعني انت عرفتي لي كده بس. اهو. يعني ايه رجاله اتفرعوا من زمان؟ من زمان الراجل كبر حتى على حته الفرخه الكبيره. ياخد اكبر. صح ولا أكبر لا؟ حتة. ليه بامانه صح. ليه بياخد اكبر حته من الفرخه؟ انا علشان يا عيني انت بتتعب وتشقى طول اليوم، وانت الراجل بتحرق اضعاف ده مش حقيقي. البنت. انت بتسالني ليه؟ انا بقول لك الناس ايوه بيقولوا ده كده. حقيقي، ده حقيقي. يعني انت جسمك ملوش سوري هنفعل. براحتك. اكتر واحد محتاج تغذيه هو اكتر واحد يبذل مجهود. على فكره ده حاجه unfair. انفير. يعني دلوقتي مثلا يلا احنا بينا. هنجيب فرخه، اه وانا هحط الفرخه قدامكم، حلو. هقسمها بالعدل. العدل. لو مثلا ده مصدر البروتين، ايه هو العدل؟ هقسمها بالمساواه، ايه هي اللي المساواة؟ هي يبقوا قد بعض. ثانيه واحده. اوكي. تعالى نتكلم بقى في فرضيه العدل دي اصلا. لا بص بقى، انا هنا او المساواه. اكمل. لا انا كنت بحسب. اوكي. فرضيه العدل او المساواه. المساواه والعدل في فرق بين العداله صح. وفي فرق بين المساواه. صح. العداله ان انا وانتي ورندا وايمن ومجدي لما نتعب نروح نتعالج في نفس المستشفى. حلو. ده العدل. دي ان احنا دي عداله بيننا وبين بعض. أوكي. تمام. لكن قمه العدل ان اكتر واحد بيبذل مجهود فينا واكتر واحد مسؤول فينا لازم ياخد اكبر تقدير، والا انا لو مسؤول وطبعا عيني وبعمل كل ده من حاجه. وجهه نظرك، دي وجهه نظرك عن خلاص نفسك. سيب لكم الدنيا وامشي تتعاملوا. أوكي. عارفه الفكره دي؟ اوكي. ماشي. هو انت أنت- بتقولي اوكي، انت بتقولي اوكي. غيرك لو في مدير، لو في مدير شركه، المدير ده مش واخد اكبر تقدير واكبر مرتب وكده، هيسيب الشركه ومشي. انتوا يعني الموضوع بس قصاده في مسؤوليات كبيره عليه. ايوه، ما انا بقول لك التقدير. مش عبد الغفور البرعي بيقول لك الاجره على حسب التعب؟ اه شفت يا عبد الغفور؟ ده تمام. ايوه. ده تمام، على حتى- حسب مجهودك. ايوه طبعا. صح. حسب مجهودي وانا مسؤول عن مسؤول حاجه من مسؤوليتي قد ايه. صح بالظبط. ما لازم يكون في compensation، ما انت مش هتشتغل واقول لك زي لا ده مش عدل اصلا. بالظبط. انا ضد ده. صح. بص، فنيجي بقى ناحيه ان تقدير الاب في البيت، تمام، في وقت من الاوقات الاسره ممكن تكون ضعيفه جدا، والوحيد العنصر الفاعل الوحيد فيها بيكون هو الاب. ما هو انا بقى ضد اصلا الفكره دي. بتعملوا اسره ليه؟ بس رندا مش قالت دي ان دي هناخدها في حته لوحدها. ماشي. تمام. بس ان انا اكون العنصر الاكتف الوحيد. خلاص ما تعملش كده قدام الاولاد، انت بتخلي الاولاد يبقى عندهم عدم استحقاقيه. بص واحده اوكي. واحده. احنا دلوقتي انا بكلمك في جنرال وانت بتكلميني في حاجه شاذه. يعني مثلا هقول لك ايه؟ لا بتكلم جنرال برضه. لا يعني أنا بقول لك ايه، انا دلوقتي هروح اسكندريه بالعربيه، اوكي. وانت بتكلميني في حاله ان الكاوتش فرقع مني، هعمل ايه؟ لا. هو كل اللي بيروحوا اسكندريه الكاوتش بيفرقع منهم؟ لا. بس انا بكلمك في الايه، في الحاجه اللي الحاجه العاديه خالص، الوضع العادي. ما هو في الوضع انت العادي. بتحكي في وضع اكستريم. لا انا بتكلم في الوضع العادي ماشي. برضه. يعني انت بتقول الاب مثلا هو بيبذل مجهود اكتر، صح؟ بالظبط. مش لازم بقى قدام العيال مثلا لا خلوا الحته الكبيره لابوكوا او لاخوكوا. ده بيخلي عدم استحقاقيه في الانسان نفسه على فكره. لما تحس ان انت ما تستحقش دي، او مثلا حد غيرك يستحق دي عشان هو عمل حاجه اكتر منك. شغل الاطفال ما بياكلوش اصلا. لا بس بتفرق في نفسيه الانسان. يلعبوا ياكلوا حلويات ما بس يفرقش معاهم بتفرق. انا ممكن اقول لك على حاجات كتيره انا لسه فاكراها من وانا طفله، بس هبقى شردت العيله فمش هقول. مش هقول. لكن لا بتفرق. عايز تعمل كده مثلا، احنا طب احكي كلنا لي حاجه ينفع تتحكي، انا عندي فضول. يعني ما الفكره ان اهلي حاجه ينفع تتحكي، حاجه أوكي. ينفع تتحكي طبعا. ايه بالظبط؟ عن فكره حته الفرخه اللي عامله لك مشكله. خليني اقول لك على حاجه. انا
لا بس مش في الفرخه، في حاجه تانية عموما. انا ما باكلش فراخ عموما يعني. خد الفرخه كلها. انا بحب الفراخ جدا، مش هقول لك لا. يلا اوكي. انا مثلا ما كنتش بحب اذاكر ابدا، عشان انا ما كنتش عارفه طول حياتي انا عايزه اعمل ايه. اختي كانت بتحب تكون هي الشخص الشاطر، او هي كانت كده، هي شاطره ماشي، كانت بتحب تذاكر وهي شاطره. بابا بقى كان دايما يعمل ايه؟ مثلا في رحله في المدرسه يقول لي يا شروق انت الدرجات بتاعتك اقل من اختك، فاحنا نسال اختك تخليكي تطلعي ولا لا. هو كان فاكر ان هو كده حكيم، وهو فاكر ان هو كده بجد، ده حقيقي. هو فاكر ان هو كده حكيم، وهو فاكر ان هو كده مثلا هيحطني في موقف يزعلني فيخليني المره الجايه ان انا اذاكر علشان ايه؟ تحفيز يعني. انا بقدرك عشان تطلعي احسن ما عندك. ما كنتش بذاكر. في ناس لما بتحس بالاضطهاد بتنكمش وبتنزوي. انا بقى كنت بكبر دماغي، فده ما كانتش حاجه صح. فدي كانت من وجهه نظره هو ده الصح علشان الحافز، مع ان انا كنت طفله على فكره. مش عارفه كنت في ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي، انا كنت طفله يعني، انا مش فاكره 100% كل حاجه، بس فاكره تاثير ده عليا. فاكره ان بابايا كان دايما شايفني ان انا اقل لمجرد ان انا مش شاطره، مع ان انا في الاخر اشتغلت حاجه بشهادتي، لا اشتغلت حاجه حتى بالخبره اللي عندي، لا انا عندي بزنس، عندي شركه تجاره ملهاش اي علاقه باي حاجه اتعلمتها في حياتي. ملهاش علاقه بالفراخ. ملهاش علاقه بالفراخ. بعيده عن الفراخ تماما. بصي انا ببقى مبسوط في البودكاست لما بنختلف، يعني الاختلاف لذيذ. اوكي. بس خليني اسالك سؤال، انت اصلا ناويه تعملي اسره او كده؟ اطفال معرفش، بس اتجوز احتمال. يعني دي فيها احتمال، لان انا مش هتجوز لان المفروض اتجوز. يعني انا almost 30. تمام. شهر 3 جاي اكمل 30 سنه، وطبعا كلهم بيقولوا انت لازم تتجوزي لازم تتجوزي، بس ما فيش الشخص اللي انا هكون معاه مبسوطه وهكون معاه نفسيا مرتاحه. محدش مرتاح. لا ما تقولش كده، ده بيصدق في المانيفستيشن وبيقول ما حدش مرتاح. انا بهزر كملي. ما تقولش كده. لا انت لو اخترت الشخص الصح بتبقى مرتاح. يعني مثلا في علاقات هيلثي جدا، بس قليل ان انت تلاقيها، لان احنا نفسنا شويه توكسيك. فانت علشان تعرف تعالج نفسك، تعرف ان انت ما تبقاش توكسيك عشان تقابل الشخص الكويس، هتاخد منك وقت. على فكره انا بحس ان سوق العلاقات اتضرب بسبب كلمه توكسيك ونرجسي يعني الحياه كانت ابسط من كده وكانت ماشيه ولذيذه والدنيا حلوه. انا بحس ان لا كنا بنقول عليها كلام تاني بس مش هقوله. مش هينفع. لا والله يعني بالظبط كنا بنقول عليها كلام تاني. هي بحس بس والله كلام انها تاني. كانت ماشيه والدنيا كانت ماشيه. ايه نسبه الطلاق قد ايه حضرتك؟ نسبه الخيانه قد انا مش ايه؟ بتكلم دلوقتي، بتكلم على الاول. لا بتكلم زمان. ايوه زمان الست لو اتطلقت يبقى عيب. لا انت عايز الناس يقولوا على واحده زمان ما متطلقه؟ كانش في ستات بتطلق والله. علشان السبب ده. عشان ايه؟ يعني ايه حد يقول على واحده ان هي متطلقه؟ ما حدش. كانت الدنيا كانت حلوه، الدنيا كانت ماشيه. لا انا مش عارفه الدنيا كانت كويسه عند مين. مفيش. كل حته. انا شكلي هدعم النسويه معاكي، خلي بالك. لا بص احنا كده طلعنا من حقوق الانسان، احنا بنتكلم في بيسكس. لا طبعا الست لو اتطلقت ده عار على اهلها. محدش كان بيتطلق عشان عار. لا كان الناس مبسوطه ومرتاحه. محدش كان مبسوط والله كانوا مبسوطين. طب لو تعرفيهم؟ شوف تربيتهم دلوقتي، شوف عيالهم دلوقتي الناس التوكسيك دول كلهم تربيه مين؟ هل دي تربيه ناس مبسوطه؟ لا دي تربيه ناس كان خدوا الويف الاولانيه من نوع جديد من الحضاره عمل مشاكل. لا طبعا. بص التربيه غلط تماما في مصر. لا انا مش بتكلم في مصر، لا انا بتكلم في العالم. لا خلينا نتكلم في مصر بحاجه نقدر نحسبها. التربيه بس مش بنسبه 100%. مش انا كلامي كله اللي فات ده كان على الكوكب كله، ان هو كان ماشي في سلام والدنيا كانت حلوه. لا بص بقى احنا هنا دخلنا في مغالطه كبيره جدا. ايه هي؟ قبل ما يبقى في سوشيال ميديا والناس ينشروا كل حاجه، انت ما كنتش عارف حاجه، فانت كنت في نعيم الجهل. كل حاجه زي ايه؟ يعني انت مثلا مش عارف نسبه كميه الحوادث اللي بتحصل دلوقتي اللي بينشروها. على فكره البني ادم اصلا مصمم عشان يعيش في جامعات صغيره. البني ادم لو خد معلومات كتير وعرف اخبار كتير هيحصل له اوفرلود على دماغه، هيبقى توكسيك. صح ونرجسي. صح. بس انا بقصد ايه؟ لا بس انا بقصد ايه؟ قبل الناس ما يبداوا ينشروا كل حاجه انت ما كنتش تعرف ولا اي حاجه. انا مش المفروض اعرف. لا انت بتقول خلي بالك انت بتقول بتحب الاختلاف، وانا شاطره جدا في ان انا امسك حاجات على الناس. بس اقول لك على حاجه، ومخ الانسان فعلا زي ما بتقول مش مخصص ان احنا نعرف كل حاجه.
ايوه بس هو بيقول ايه؟ زي مش بتسمعك، يعني احنا ليه كملين مثلا ما بنسمعش كل الترددات؟ ايوه صح. لان في حاجات مخك هيقدر يستوعبها ويستحملها، وفي حاجات لا هو صح اللي هي بتقوله واللي انت قلته، بس هو قال ايه ده اللي انا بعرضه فيها، ان هو بيقول الاول الحياه كانت حلوه دلوقتي بقت وحشه، فانا بقول له عشان انت الاول ما كنتش تعرف اي حاجه دلوقتي انت تعرف، صح ولا مش صح؟ يا جماعه لو الفيديو ده جاب اكتبوا في جاب الكومنتس 1000 لايك. ايه 1000 لايك دي؟ اليوتيوب، اكتبوا على اليوتيوب. 20,000 كومنت ان احنا ماشي. عايزين شروق تاني. ايه 1000 لايك دي؟ ايه الحليب مع كل 3 جنيه. ايه؟ بالظبط 1000 لايك على اليوتيوب ده حلو، رقم حلو. لا كومنتس برضو خليهم يقولوا لكم ايه قولي إن لايك، أنت كملت. اعملوا 1000 لايك و20,000 كومنت ان انتوا عايزين شروق مره تانية. عايز تنهي الحلقه بحاجه؟ انا كنت عايزه اوجه رساله للاهالي تقريبا قلتها في الاول كتير. او قلتها. طب تحكي لي كده، قولي لي تعالي المانيفست دلوقتي، شايفه نفسك فين بعد 5 سنين؟ انا اقول لك على مانيفستيشن بيشتغل معايا بطريقه غريبه، حلو قوي. كل حاجه قلت عليها مستحيل حصلت، ماشي قولي فانا لي مستحيل اجيب برابوس 2025 في نهايه السنه دي مستحيل ايه؟ معلش اشتري جي واجن جي 63 برابوس احنا اديشن. 2026 دلوقتي. ايوه بس انا مش يعني خلينا واقعيين، انا عايزه اجيب 2025. if you dream big. 26 نزلت هتنزل، عشان كده خليني مور رياليستيك، عشان عايزه اجيبها السنه ان دي. شاء الله. فانا مستحيل اجيب مرسيدس جي واجن جي 63 برابوس اورنج انتيريور بلاك من اوتسايد، مستحيل في اخر 26. مستحيل اشتري شقه في دبي. بجد عارفه المثل اللي بيقول never say never؟ يعني انا كنت بقول ان انا مستحيل في الدنيا اطلع على السوشيال ميديا. انا على السوشيال ميديا كان لسه من قريب حد بيقول لي اعملي بودكاست، قلت هو انا حد يعرفني اصلا عشان اطلع في بودكاست؟ طلعت في بودكاست. عايزين يا جماعه والله يقولوا مستحيل على اي حاجه هتحصل. عايز مستحيل ايه؟ لا انا لو قلتها مخك هياخدها كتوكيد، انت اللي قولها. مستحيل اكون قولها، بص انت مخك مش مصدقها. دي طريقه حلوه جدا، لو عايز حاجه تحصل لو قلتي مستحيل المخ ايوه، لو والله لو قلت مستحيل مخك مش هيعمل. انا شو انت تعرفيش الجمله دي؟ بتشتغل بالظبط معاكي؟ لا يعني الحاجه اللي بتفضل تقولها كتير هي انت ممكن تكتبها ليك، بالظبط. تقدر في وشك. لا المخ ما بيعرفش اصلا معنى كلمه مستحيل ومش بعرف، ولا المخ اصلا ما بيفهمش النفي. بيكنسل كلمه مش. ايوه المخ اصلا ما بيفهمش ايوه النهي مش بيفهمها، عشان كده مستحيل ابقى مليونيره. انا اصلا مليونيره، مستحيل ابقى بليونيره. علي ايه تاني؟ مستحيل اشتري 2 bedroom apartment في دبي. في فين؟ في دبي في مكان حلو، عايزه جي بي سي او دبي مارينا عشان انا بحبهم. ايه تاني؟ وطبعا الجي واجن اهم حاجه. خلاص ده 2026 خلينا نقفل على كده. مستحيل البودكاست ده يجيب مليون مشاهده. مستحيل البودكاست ده يجيب مليون مشاهده، مستحيل. مستحيل. شروق انا اتبسطت جدا بجد. يعني الحمد لله عملنا حاجه حلوه، ان شاء الله تكرر تاني كتير كتير إن شاء لو الله. هم قالوا ان شاء الله. وهطلب منك بقى تختمي البودكاست بالسلوجان بتاعنا. هو ده الوضع، هي دي الصوره، والله المستعان.